هات القصيدة هات. القصيدة طال عمرك أقول فيها: يدق قلبي دق صفير الانذار على قصور تقصفها صواريخ جوية على اللي يصوفك كنه غزيل الأبرار يلي تنملكه يا عربي في يدي. أبو جعد له هلا يجي باع ما هي شبار، أنا شوفي بعيني ما هو خمن وهمية وغافل ودق الحكى مسمار مزوع بقلبي واخلف عنك راسية. خدك ما نجمه بدا التالي الأسحار وثاني وصوفه مثل براق صيفية حالف ما مثلها. في القبيلة الشارة به زين لكن زين هالحال شخصية على هالحشايق رعت مقرع تم حوار عن أولافها على هالحني كما حنة تم حوار عن أولافها عدلة خذوها حرامية ترد النظر وقرانها مجودة مكار محكم على هالحبل ليا ورا ليا حوالي كماها منك يا ابو ثمان صغار حبك لكن ما فيك رحمة وماوية وعسى الله لا يسامحك فكري من الكتار ولا شفت منك الللعنة ومشية وجية. ويا ليت البنادم ما عرفكم بالكتار وعسى تهتني بالنوم عين شقاوية وبشكي على غازي من الساحر الغدار ولا تلومني يا الجرم في عنقل دمية ويا غازي البراك مونس لي نار وترى قلبي من حبها ما باح مخفية وتراني سببها ضعت معرف يمين يسار وترى نمت موتي يبين من السنافية. يا فجر النهار فيه ما عاد تجيب الثار اللي جاء نهار فيه ضرب الهنودية أنا أعطيتك أخباري وضمنك عن أخبار وعسى تجيب علم منه يفرق مشاكية نوافق ولي يمره نبي نسلم الدينار وبسلمه بالكاش 100 على 100 وكان رفض مطلوبنا ودني لش على غيرها في البيض ما عاد لي 100. معك الشاعر صلاح بن سليمان بن صلاح الرشيد من السودان. صح لسانك صح بدنك يا طويل العمر وبيض الله وجهك على هذه القصيدة. ما عليك زود وهذا تشرفنا طال عمرك شاكرين اتصالك يا نول. على مرحبا.